يا لهوي، ابني شاف البلبول بيدخل على الكوكو واتجنن ما بقاش على بعضه. ما كنتش متخيلة إنه هيوصل بينا الموضوع لكده أبداً. أنا هحكي لكم اللي حصل من البداية. أنا اسمي مروة وعندي دلوقتي 42 سنة، أرملة من تقريباً 12 سنة. جوزي كان راجل جدع قوي وحقيقي مفيش منه. اتجوزني وأنا بنت بضفاير، كنت لسه يدوبك 16 سنة واتخطبنا، واتجوزت وأنا 18 سنة. معرفتش راجل غيره في حياتي. أول عيل شلته على كتفي وأنا 19 سنة، وكملت عيل ورا التاني. فجأة كان معايا 5 عيال. منصور جوزي كان كسيب وشغال على عربية نقل، وطبعا كان بيسافر بالأسبوع على الطريق، يرجع يريح وعايز يعدل مزاجه، وطبعا لازم أكون مجهزة كل حاجة. أكيد انتوا فاهمين يعني. الراجل غايب عن بيته ومكفي على الدركسيون طول الوقت. كان الوقت اللي بيرجعه مش عايزني أتحرك من جنبه على السرير. والحقيقة إن ده الراجل الوحيد اللي دخل حياتي. يعني مش عارفة كنت إذا كان كويس أو لأ، مش بس في اللي فهمتوه لكن في كل شيء. أنا اتربيت إن الست ما ينفعش تطلع سرها بره البيت، وإنها لازم تكتم اللي بيحصل جوه بيتها. وبصراحة هو ما كانش جوزي، بس هو كان أبويا وظهري وسندي. أنا قد ما عشت في بيته عشت في بيت أبويا، فهو خدني بضفاير ورباني. فأنا حتى ما كنتش بفكر هو أنا سعيدة ولا لأ. مرت السنين وكل همي إني أعمل دوري صح وما بقاش مقصرة. أنا كنت بقوم من على سريري علشان بس ما حدش يقولي كلام يحسسني إني مقصرة في حاجة، أو كان المفروض أعمل حاجة وما عملتهاش. أقوم أكنس وأغسل وأمسح وأخلي بيتي فلة، وأتجنن لو اتوسخ. أبقى مبسوطة قوي لما العيال تبقى قدام حد ويقولي إنهم مؤدبين ولا عيال حلوة. على فكرة، أنا كل حياتي اتحولت لكده. أصله هي الست ليها إيه غير بيتها وجوزها وعيالها؟ أنا طول عمري بسمع كده، إن السعادة الوحيدة والكلام الحلو الوحيد والنجاح الوحيد كل ده ما يتخدش غير من رضا جوزي عني، من نظافة شقتي، من نظافة عيالي، من أدب عيالي. أهو كده أبقى ست ناجحة، لكن غير كده أبقى فاشلة ومعفنة. فطبيعي إني لما أقوم من النوم ما يبقاش في دماغي ولا حاجة بتحركني في الحياة غير كده. ومع مرور السنين والأيام بتبقى شبه بعض، بقيت زي المكنة اللي بتشتغل من غير ما تفكر. وفين كل حين ومين يجي عندي حد زيارة واسمع ليه كلمتين حلوين زي شقتك حلوة، ذوقك حلوة، شقتك نظيفة. ما أكتر من كده كلام حلو ما بقاش فيه. جوزي بقى زي ما تقولوا بقى متعود عليا. هو يعرف يتكلم كويس لو كنت مقصرة في حاجة، لكن لو كل حاجة مظبوطة هو بيتخيل إن ده الطبيعي. والله أعتقد إنه ما يعرفش قدرة عياله على تدمير الكوكب، مش الشقة بس. ده ممكن يجيبوا الدواليب كلها الصالة علشان يبنوا بيت هدوم، وأنا أبقى كاوية وغسلة ومطبقة ولصة الهدوم، بس هم بالنسبة ليهم عايزين يلعبوا ويقوموا يناموا من غير ما يحركوا حاجة من مكانها، ويصحوا الصبح عايزين الشقة فلة مترتبة ومتوضبة علشان يخربوها تاني على نظافة. الله يرحمه، مات قبل ما يسمع في يوم بنته وهي بتصرخ بأعلى صوتها. أجري مسروعة أشوف فيه إيه، ألاقيها بتعيط. أخدها في حضني وأنا عارفة إن الإجابة هرمونات. هرمونات بنتي اللي ممكن تدمر الكوكب. مرة كانت بتصرخ، دخلت فتحت النور علشان أشوف فيه إيه. قالت لي من 6 سنين فاتت، انتي وجعتيني جدا ببصة بصتيها لي وقتها. أنا مش قادرة أفهم بصتيها لي ليه وقتها. أنا لحد دلوقتي خايفة من عينيكي. آجي أحضنها تروح زقاني، حاجة آخر حلاوة طبعا، لحد ما قررت تستسلم لإنها تتحضن. الحمد لله، تهدى وتبقى زي الغريبة في حضني. أقوم بس تفتكر سؤال عميق كوني رهيب ملوش إجابة. طبعا أبقى هموت وانام، بس ما أقدرش أسيبها من غير التفكير العميق في الأسئلة العظيمة بتاعتها. أنا أسفة إني طولت عليكم. أنا مش بكتب يوميات زوجة طالع عينيها. عندكوا حق، وعلشان ما زهقكمش أنا بس كنت عايزاكوا تتصوروا وتعرفوا أنا كنت عايشة في إيه. المهم في يوم أسود جالي خبر وفاة جوزي على الطريق في حادثة. كل حاجة في حياتي اتغيرت. اتحط عليا مسؤولية تاني خالص فوق اللي على راسي، وهي إنه ما بقاش في حد هيقيمني نجحت ولا فشلت. الموضوع بقى بتاعي وحدي. جوزي أحياناً كنت بقول عليه ظالم مفتري وبهون على نفسي، لكن لما الموضوع اختلف وما بقاش في حد غيري بقيت مرعوبة.
أنا مش عارفة هعرف أكون أم ولا لأ. نزلت أشتغل علشان أهرب، أملي اليوم بأي حاجة غير الكائنات اللي ممكن تدمر الكوكب اللي مخلفاهم. كنت بشتغل 12 ساعة وأقول لنفسي إني محتاج الشغل، وبطبطب على نفسي وأقول إني أم مفيش مني ومش مقصرة وهقطع نفسي يعني، والمفروض أعمل إيه يعني؟ الحياة بقت مختلفة، يمكن أهدي، وبالذات بعد ما عدى كام سنة من موت منصور. نسيت أقول لكم أنا اشتغلت إيه. طبعا جربت حاجات كتيرة قوي، بس استقريت على إني أكون أخصائية مساج. أيوة، بتاعة تدليك. وكنت شغالة في أوتيل مش في القرية اللي عايشة فيها، لكن في محافظة جنبنا. وكنت بروح أشتغل 20 يوم وانزل أجازة 10 أيام. وصاحبتي اللي جابت لي الشغلانة أصلاً كان اسمها صفاء، وهي اللي علمتني الشغلانة. كانت مطلقة، بس ربنا ما كانش رازقها بأولاد. هي قررت تساعدني، وفعلاً بعد موت جوزي هي كانت أكتر من أخت ليا، واتنقلت تعيش معايا في نفس الشقة. فبقي أنا بقعد مع العيال 10 أيام، وهي تيجي بعدي تقعد معاهم 10 أيام، وفي 10 أيام كانت أمي بتيجي فيهم تقعد معاهم. وبكده كنت ببقى مطمنة عليهم. وزقيت الأيام، والسنين مرت، وصفاء ما بقتش صاحبتي وبس، دي شريكتي في كل حاجة. واللي ما كنتش أقدر أقوله لحد كنت بتكلم معاها فيه. مر علينا 12 سنة تقريبا مع بعض في كل حاجة، يا تليفون يا على الشات يا مع بعض في نفس المكان. كان بينا لغة خاصة زي كل الصحاب، علشان لو عايزين نقول حاجة ومحدش يفهمنا وإحنا قاعدين وسط ناس. وطبعا أنا وهي كنا بنحب النميمة قوي، بنفرغ فيها طاقة. ما كناش سايبين حد في الفندق غير لما نقطع في فروته. وكتبت لها رسالة، أنا كنت في الشغل وهي في بيتي مع عيالي. كتبت لها: الحقيني يا صفاء بسرعة، البلبل دخل خلاص على الكوكو وأنا مش قادرة هموت. المشكلة إن التليفون كان على الشاحن وصفاء نايمة، ولما جات الرسالة التليفون نور. كان ابني محمود الكبير في الصالة، شافه، قام يبص، لقي الرسالة. ابني ده عنده يدوبك 22 سنة، والحمد لله شنبه خط وبقى صوته تخين، وبيروح الجيم، وعارف كويس قوي يحكم علينا إحنا مقصرين في إيه، وإخواته البنات غلط في إيه، وأخوه الصغير بيعمل إيه. بس مكبر دماغه طبعا، وعايش معانا في البيت شمتان فينا في أي مصيبة. وطبعا بيسحب فلوس زي ما هو عايز، ومش بيفكر لا مؤاخذة يستخدم كلمة أنا الراجل إلا في حالة واحدة، لما يكون عايز حاجة وإحنا مش قادرين نعملها. غير كده هو أجدع واحد يغمض عينيه ويكبر دماغه. أما مكبر دماغه إني متمرمطة ومتغربة علشان أصرف عليهم. بس اليوم ده كان الوضع مختلف. مسك التليفون وقرأ الرسالة. بس قبل ما أقول لكم حصل إيه، عايزة أقول لكم حاجة من شهر فات. ابني حبيبي محمود اتعرف على بنت من مدرسة آخر الشارع بتاعنا، لسه يدوبك تانية ثانوي، وهو شغال هدايا ورزايا وشحن على الطاير رصيد. وفرحان قوي، وهو طول النهار بيكلمها يقول لها انتي مراتي يا بت، وهي على حس انتي مراتي دي بتعرف تنفضه كويس قوي. عيد الحب مرتين في السنة، وعيد ميلادها، وعيد يوم ما قال لها بحبك، والعيدين الكبير والصغير، ده غير نجاحها كل شهر. كل دي هدايا البيع عايز يجيبها لها من فلوسي، وأقل هدية كانت بتبقى ب500 جنيه. ابني ما بيحبش يجيب حاجة هاينة، لازم يجيب اللي يبهرها ويزغلل عينيها، وهو أهبل. البت فرحانة بإنها بتسحب منه وتضحك له، وهو زي الأهبل يعمل أكتر. وطبعا ده كله غير الفلوس اللي بتتسحب علشان الفسح، ده كل أسبوع بقى. وحبيبي بيشرب سجاير، العلبة في اليوم ب65 جنيه. وأنا عندي 4 غيره، منهم 3 بنات والبيس صغير، كلهم عايزين مصاريف. وكنت تعبانة وداخلة البيت بالليل، لقيت أخوه الصغير مصطفى نايم على الأرض في الصالة، ولقيت الأوضة مقفولة وسمع صوت وشوشة والنور مولع. اتحركت بهدوء، قلت أشوف فيه إيه. لقيت البيع عامل زي طرزان وفاتح الكاميرا وقاعد يعمل حركات للهانم اللي كانت يدوبك بتكلمه صوت بس، ومش راضية تفتح توريه وشها. طبعا لما دخلت ولقيت ابني أهبل قوي كده، ضربته بالقلم وطردته من البيت، واتعصبت عليه واتخانقت معاه خناقة كبيرة. ومشي من البيت طول الأجازة بتاعتي، ومرجعش غير لما أنا مشيت. كان عند واحد صاحبه، وأنا عارفة علشان كده سبته. أنا ما ضربتهوش لإني أم مفترية، لا والله لا سمح الله، بس لإني صعب عليا
إني مطحونة وطالع عيني وبعافر علشان أوفر الجنيه، وهو بيضيعه بالرخص ده. والله لو ضمن إن المستقبل هيكون مرتاح لكنت رميت الفلوس تحت جزمته هو وإخواته. بس المشكلة إن المستقبل مش سهل أبداً، ودول غلابة مش قد هم الدنيا واللي بتعمله في الناس، وأنا مش عايزة أسيبهم يتمرمطوا، مش هين عليا يشوفوا اللي بشوفه، وده اللي خلى أعصابي تفلت واضربه واتخانق معاه. ورجعت معاكم ليوم الرسالة. كانت صفاء نايمة، وزي ما قلتلكم محمود في الصالة والتليفون بيشحن برا. لما رن البيه مسك التليفون وشاف الرسالة، ودانه حمرت ووشه زهنر ودمه فار وغلي وزعق. نفض صفاء من على السرير وهو شغال يشتم ويهين فيها. طبعا انتوا فهمتوا هو جه في دماغه ايه بالظبط. ولدي حبيبي، تخيل إني ماشية على حل شعري، وفضل يشتم فيا وفي صفاء، واتجرأ وسمح لنفسه يمد إيده على الست اللي المفروض مربياه، وبأعلى حس عنده فضحتوني وخليته في التراب. وكلام قذر جدا. صفاء كلمتني وهي منهارة بعد ما طردها من الشقة وهي بقميص النوم الساعة 3 الفجر. أنا سمعت اللي حصل، جريت من غير تفكير على أول قطر، ووصلت لصفاء بعدها ب3 ساعات ونص تقريباً. كانت قاعدة عند الجارة اللي تحت، والست اللي يسترها خدت صفاء وقعدتها عندها. وأنا أول ما وصلت اطمنت على صفحتي وحاولت أبوس رجليها علشان تسامحني على اللي حصل، وهي بحنية قالت لي ده ولدي. قلت لها المشكلة إنه إحنا معرفناش نربيه يبقى راجل، وخدت بعضي وطلعت له. هم كانوا خايفين عليا منه. أول ما شفته لقيته بيقل في أدبه وبيصرخ وبيعلي في صوته، والموضوع وصل إنه جابني من شعري وابتدى يخبط راسي في الحيط. سبته، بس مش علشان مش قادرة على ولدي، لكن علشان كنت محتاجة إني أتضرب واتهان من ابني، لأني أنا السبب، أنا اللي وصلته للي هو فيه. ما هو أنا لو ربيت ابني على إنه يكون راجل ما كنتش هدفع التمن ده. أغمي عليا من الضرب ووقعت من طولي، والدم بيشر من راسي. وده أول ما شاف إني بموت اترعب وابتدى يحاول يفوقني، ولما ما كنتش بفوق ابتدى ينهار. جري على صفاء يبوس إيديها إنها تيجي تنقذني. طلعت عليا جري وطلبت ليا الإسعاف، وهي هتتجنن وهو منهار ومش قادر يستوعب. نقزوني في المستشفى وهو قاعد تحت رجلي من أول لحظة وعمال يبوس في رجلي ويترجاني ما سيبوش. لما قمت خدته في حضني وبكيت أنا وهو. انهارنا تماما في العياط، وقلت له الحقيقة إني مش زعلانة منه، بس زعلانة عليه وعلى نفسي، وسبته يدفع تمن غلطي لأني شريكة في اللي هو وصله. أيوة، دي الحقيقة، إنه إحنا شركاء مع عيالنا، مش ولاء أمور ومسؤولين عنهم وبس، ولا ملناش دعوة بيهم ويخبطوا راسهم في حيط وهم المسؤولين وإحنا براءة. لأ، إحنا شركاء معاهم في رحلة بيبنوا فيها شخصيتهم اللي هيقدروا يعيشوا بيها في الحياة. أحياناً بيكونوا شركاء مخالفين، وأحياناً بيكون عناد ومجانين، وفي الوقت ده لازم أفتكر محبتي ليهم علشان أقدر أساعده. وده اللي عملته، سبته يأذيني وأنا فاكرة محبة ابني وبس، وكنت واثقة إن محبتي هتحتوي عناده وتفوقه، لأني لو كنت اخترت طريق تاني كنت هخسر ابني للأبد. وفضلت 10 أيام في المستشفى، وطبعا ابني فيهم اتغير تماما، واعتذر لصفاء وهي حبيبتي سامحته، وكان شايل لأول مرة في حياته مسؤولية أخواته. كنت عارفة إنه ده ممكن يكون إحساس بالذنب تجاه اللي عمله فيا، بس كنت فرحانة برضه. ورجعت البيت وقررت أفتح معاه الموضوع، وقلت له بهدوء: بص، قبل ما أفسر لك أي حاجة، هي أمك دي مش إنسانة؟ قال لي طبعا يا ماما. قلت له مش وارد إنها تغلط. قال لي وهو صوته محشرج: يا ماما. قلت له طيب يا حبيبي، هو جرح كرامة رجولتك أغلى عندك من إنك تقف قدام ربنا بذنب كبير زي ده؟ بصلي وكأنه مستغرب السؤال. قلت له ما تستغربش يا حبيبي، بس لو أنا ست وحشة مثلا وبعمل حاجة غلط، مش تدعيني بالحسنة وتكسبني بهدوء وترجعني لطريق الله، وكمان تدعيلي يا ولدي؟ مش ده اللي مفروض تعمله لو أمك ست مش كويسة يا ولدي وانت بتحبها؟
انت ما تعرفش يا ولدي إن العنف هو رحم بيتولد منه الفجور، وبدل ما تكون يا ولدي عكاز أستند عليه علشان أرجع من ضلالي، تكون لي باب ربنا حطه في طريقي علشان أتهدي وانت تقفله بإيدك. وكل ده ليه يا ولدي علشان خايف الناس تبصلك بصة مش قد كده. يعني أنا أمك يا ولدي، مش همك وقفتي قدام ربنا، وكل اللي همك بس وقفتك قدام الناس. بس إيدي وفضل يحضني. قلت له على فكرة يا ولدي، أنا سبتك تضربني وتعمل ما بدالك، وأنا قلبي بيدعيلك، وما كانش الحل إني أخد موقف علشان ما اخسركش للأبد، ولا أكون باب بيتقفل في وشك أبدا يا ولدي. وعلى فكرة، مفيش أم في الدنيا ممكن حتى تتخيل إن والدها يعلي صوته عليها. أنت كنت هتموتني وضربتني بجنون، وأنا عمري ما حد عملها في حياتي، بس لأني بحبك اخترت إني أدخل معاك للغلط ونصلحه سوا وارجع بيك يا ولدي. ودلوقتي عايزة أفهمك حاجة مهمة. بذمتك أمك اللي عاشت بينكم كل الوقت ده وشفتها وعرفتوها كويس، لو حصل يا سيدي وغلطت هتكون إنسانة زبالة برضو، ولا بذمتك هتكون إنسانة غلباها ذنب ومحتاجة تتقوى علشان تغلبه وترجع لطبيعتها؟ هز راسه وفضل يبوس إيدي. قلت له أفهمك بقى يا سيدي الرسالة. البلبل بيدخل على الكوكو. طبعا اللي قصده غير اللي جه في دماغك خالص. البلبل ده يا سيدي عيل شغال في الأمن، ولأنه بيغني وصوته حلو كل يوم وهو في ورديته يفضل يغني لحد الصبح، وهو مكان شغله تحت السكن بتاعنا، فإحنا كنا أنا وصفاء بنسمعه. وطبعا انت عارف إننا بنحب ننم ونجيب في سيرة الناس، فكنا متابعينه ومتابعين تحركاته وتصرفاته واللي بيحصل له معاه. والكوكو دي يا سيدي تبقى مدربة الأيروبكس في الفندق، اسمها كاميليا، فإحنا سميناها كوكو. ونبيل البلبل ده يا سيدي تقريبا أكبر منك ب3 سنين، وجي في مرة قال إنه معجب بكاميليا بجنون، وإحنا طبعا حطينا خطة تساعده وإزاي يقول لها إنه معجب وكده وياخد معاها فرصة. بس هو كوميدي جدا، كل ما يحاول حاجة تحصل تبوظ الموقف كله. وآخر مرة دي الكوكو كاميليا كانت ماشية تشم هوا على البحر قدام الفندق، والبلبل كان واقف في شغله، وأنا كنت في البلكونة قلت له يروح يتحرك وأنا مراقبة الجو، وجري عليها بس الدنيا عتمة كحل. كاميليا ما شافتش ملامحه، هي اترعبت وفضلت تجري وهو يجري وراها، وأنا هموت من الضحك. ما كنتش قادرة ما أقولش لصفاء، فبعت ليها الرسالة دي علشان لو صحيت تتصل بيا واحكي لها الموقف. بس ابني قعد يضحك، وفضلت أحكي له أنا وصفاء على اللي بيحصل بين نبيل وكاميليا، وكنا بنضحك. وبعدين لقيته بيقول لي ماما، هو انتي مش عايزة تتجوزي وتعيشي مع راجل؟ على فكرة انتي لسه صغيرة ومن حقك، وانا نفسي أشوفك مرتاحة، ولو همك المصاريف واخواتي فهم في رقبتي، واتجوزي وكفاية عليكي اللي عملتيه معانا. حضنته وقلت له أنا يا بختي بيك بجد، واليوم ده ابني بقى ظهري وسندي وبقى راجلي حرفيا، وبقيت قادرة أتكي عليه ورجعني عايشة بجد. ودي كانت الحكاية كاملة، أتمنى تكون عجبتكم، وما تنسوش تكتبوا في الكومنتات لو وصلتوا للآخرها كلمة قصة واقعية. وطبعا ما تنسوش الاشتراك في القناة علشان يوصلكم الجديد بإذن الله أول ما ينزل. وأقول لكم سلام، وأشوفكم في حلقة جديدة بإذن الله.